صفات برجه وهكذا. هي دي احيانا طريقه، هي دي دايما بتبقى صح؟ لا، ليه بقى؟ ليه بقى؟ لان انا اللي بيحكم ده طالع شمسي او قمري. فانا مثلا عذراء، لا لا لكن ثواني، يعني ايه لا مش شمسي فاهمين. وقمري؟ الشمسي اللي هو احنا كلنا عارفينه، اللي هو بيتحدد بتاريخ الميلاد، اليوم والشهر. لكن الطالع القمري بيتحدد بساعة الميلاد والخريطة الفلكية، وقت الميلاد بالظبط كان يوم ايه، وكان يوم ايه في الاسبوع، واتولد الساعة كام. ده بيحدد لنا حاجة في الخريطة الفلكية اسمها الطالع. يعني انا ممكن مثلا اكون انا مثلا برج العذراء، لكن الطالع بتاعي طلعوا اسد. انا صفاتي مندرجه تحت الاسد اكتر من العذراء. يعني انا مش بشوف فيا حته النقد الدائم، حته اللي هي مثلا ان انا عايزه كل حاجه بيرفكت مليون في الميه. لا، بشوف ان صفاتي اكتر مياله لبرج الاسد مش طب العذراء. خلينا نقيس التجربه دي عملي. انت بتقولي ان انت مش بتشوفي حته النقد الدائم. يعني ايه بقى حته النقد الدائم؟ يعني ان حد بينتقدك ولا انت بتنتقدي حد؟ لا، ان انا بنتقد حد، ان إن انا أنت دايما شايفاك ان انت بتعمل حاجات مش صح. بصي احنا على الهوا بقى. ايوه بس مش اتكلم كل بصراحه. مش كل الناس اهو بتآمن ده. بالابراج. ثواني بس يا رانيا، ده في دليل دلوقتي قاطع انه ده مش سبب قوي انك تعرف صفات بالظبط. البرج. لانه دايما شيماء بتنتقدني عادي جدا يعني. فبالتالي طبعا يعني ده احد الاسباب اللي بنكتشفها بالصدفه. لكن هي فعلا هو ممكن مثلا يعني ما يضربش معانا الحظ في سبب واحد او في صفه من صفات البرج، لكن مثلا يكون في صفات تانية فعلا أيوة. نبدا نتعامل بناء عليها ان احنا نحدد شخصيه اللي قدامنا، فنعرف نديله مساحه قد ايه. انا مش مع ده، لان انا زي ما بقول لك انا بشوف ان مش كل الصفات بتجتمع في شخص واحد. يعني مثلا انا زي ما قلت انا بلاقي صفاتي في برج تاني، باجي مثلا اقرا حظك اليوم بلاقي لا، ان بتاع العذراء لا، مش ده اللي بيحصل معايا في اليوم ده، لا بلاقي الاسد. ايوه يعني ممكن كمان يبقى هو يعني نفس الاشخاص في نفس البرج وتلاقي كل واحد ليه طبع مختلف. صح. فاستحاله ان احنا نقيس الاشخاص يعني ازاي نتعامل معاهم او علاقاتنا تبقى عامله ايه معاهم من خلال الابراج. فيعني استحاله دي. طب بس احنا عايزين نقول ايه، ان احنا يعني ناخد بالنا كويس جدا واحنا بنتعامل مع الناس، وبالذات لو حد اصلا احنا ما نعرفوش. بالظبط. يعني لو شخص معروف ليك يبقى سهل هتقدر ترجع عليه بعد كده لو هو حاول يبتزني او حاول ان هو يعني يهددني. واحيانا التهديد برضو خلي بالك يا كريم ما بيبقاش تهديد ان هو عايز حاجات مثلا جنسيه او اي علاقات او اي حاجه. لا، احيانا التهديد بيبقى بسبب ان هو عايز يبتزني ماديا. صح. هو عايز فلوس. اللي بيعملوا الحاجات دي اغلبهم بيكونوا ناس اصلا مش معروفين لينا يعني. فده بيحصل بقى ايه، ان احنا بنقدر نوصل لده لما البنت اللي يعني حصل لها التهديد او الابتزاز الالكتروني ده ان هي تاخد اجراءاتها القانونيه، ما تخافيش. ده اللي احنا عايزين نقوله. هو بيبقى الهدف منه 3 حاجات: الخوف او الاستفزاز للشخصيه للضحيه دي، او تشويه السمعه. وللاسف كتير يعني بيستجيبوا عشان هي خايفه. صح. صح. يبقى احنا لازم من الاول يبقى عندنا ثقافه ان احنا نواجه اللي بيحصل ده. هو ميزه التحرش الرقمي او الالكتروني انه بيسيب بصمه رقميه على التليفون، ان انا معايا دليل اهو على التحرش، اقدر ان انا اروح اعمل بلاغ بيه. وزي ما كريم قال، هو بس مش ان انا اعمل حساب وهمي وادخل اتكلم، ده ممكن حد يدخل يقول لي صورك نازله على الموقع الفلاني، ويبعت لي موقع مثلا عشان ادخل اشوف الصور دي. بيكون هاكر في بيكون الاخر، هو هاكر. بيقدر يهكر الحساب بتاعك. طب انا برضو لازلت همسك في نقطه، معلش يعني خدينا على قد عقل. احنا دلوقتي ليه لما بتيجي تتعرفي على حد جديد او حد بيخش يتعرف عليه يقول لك هو انت برجك ايه او انت برج ايه؟ لا هو فتح كلام. يبقى ده بيحدد لا ازاي هو بقى؟ جر كلام زي ما يدخل يقول لك انت ليه عينيكي حزين. يعني ده ما بيحددش صفات معينه؟ لا طبعا. لا، انا لا مش لا لا شايفه لا ده لا مش خالص خالص. يعني حتى التوافق بتاع الابراج، انا مش بشوف ان الابراج اللي هي بيقولوا مثلا التراب بيمشي مع الميه، لا، ساعات التراب انا بشوفه بيمشي مع الهواء عادي جدا، مع انه بيقول لك لا اصل الهواء بيطير التراب. لا ده التراب مع الميه الدنيا والميه هتبقى طين خالص. بالظبط. لا، هو بيقول لك يعني ان هو مش بيتحرك من مكانه. يعني الشخص الترابي او اللي برجه ترابي بيحب دايما الاستقرار، ان هو يبقى قاعد في مكانه. انا مش أيوة. بشوف ده.
يعني انا البرج بتاعي ترابي، لا وبحب ان انا اتنقل من هنا لهنا لهنا، بحب يعني انا بحس ان انا احيانا ببقى هوائيه واحيانا ببقى ترابيه واحيانا ببقى مائيه، يعني مياله اكتر للعاطفه والحب وكده. فده مش اي، ما بيديش اي مقياس عن اي حاجه. تعالي بقى يا شيماء اقول لك على حاجه مهمه جدا بالنسبه لموضوع التحرش الالكتروني. احنا هنا بنتكلم عن حاله حد تعدى فيها على شخص ما اخر وسهل انه يتعرف قانونيا. تمام. في حالات بقى اصعب من دي، في حاجه اسمها عالم النت